قولي لي وجهة نظرك عن امتى بيبتدي التغيير في حياة الإنسان، يعني ايه المواقف اللي الإنسان بيمر بيها يحس انه ايه ده انا في تغيير اهو. اول حاجه حصلت في حياه الانسان هي الولاده. لما مم. اتولد وخرج من بطن امه، خرج من الدفء وان كل احتياجاته ملباه، لان هو خرج لعالم تاني، عالم تاني مختلف خالص. آم، ان هو بره واحده اتصدم بقى، يعني اللي هي بيسموها برايمري تروما. هي الولاده اصلا هي برايمري تروما للانسان. مرة واحدة هو في عالم تاني ولازم يتكيف عليه، فبيبدأ يعبر عن ده بالصراخ. يعني الأطفال أول ما بتطلع مم. من بطن مامتها بتبدأ تعيط لحد ما تسمع صوت مامتها. مم. وهنا بيشتغل فطرة البحث عن الأمان. البحث عن الأمان دي فطرة في الإنسان، وساعتها بيبدأ يهدى. مثلا حتى موضوع الوايت نويز ده بيقولك إن إحنا بنسمع الأطفال نويز معينة بتحسسه إن هو لسه في بطن الأم، يسمع صوت الأم، يحس بيها. إن أنا بحسسه إن هو أنت خلاص، أنت مش في خطر، أنت رجعت تاني للمألوف. وهو خايف، هو خايف طبيعي. فده بقى بيعرفنا حاجة، إن الخوف والارتباك دي فطرة، والبحث عن الأمان كمان فطرة.